هل يسرق برشلونة رودري من ريال مدريد في واحدة من أكبر مفاجآت الميركاتو؟ وهل ينجح ديكو في انتزاع جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد مهما كان الثمن؟ في الجهة المقابلة، ريال مدريد يقترب من إغلاق صفقة هجومية قد تصل قيمتها إلى 135 مليون يورو، ويتحرك لحماية فينيسيوس جونيور من إغراءات أرسنال بعقد ضخم حتى عام 2031. خلال الساعات الماضية تحول الميركاتو إلى كلاسيكو مفتوح بين ريال مدريد وبرشلونة، ليس لأن الناديين يتنافسان على جميع اللاعبين، ولكن لأن كل طرف يريد توجيه الضربة الأقوى وإثبات أنه صاحب المشروع الأضخم. برشلونة فتح جبهتي رودري وجوليان ألفاريز، وريال مدريد يرد بديوماندي وتجديد فينيسيوس. لكن الصفقة التي وضعت الغريمين وجها لوجه بالفعل هي صفقة رودري، والصدمة أن برشلونة أصبح الآن أقرب من ريال مدريد. فماذا حدث؟ وكيف انتقلت الأفضلية من مدريد إلى برشلونة؟ ومن يتقدم في كلاسيكو الميركاتو حتى هذه اللحظة؟ القصة بدأت عندما تحرك ريال مدريد لمعرفة شروط التعاقد مع رودري. النادي الملكي يرى في لاعب مانشستر سيتي اسما قادرا على منح وسط ملعبه الخبرة والتوازن والجودة في المباريات الكبرى، ولذلك بدا لوقت طويل أن مدريد هو الوجهة الأقرب للاعب إذا قرر مغادرة إنجلترا. لكن المفاوضات لم تسر بالطريقة التي أرادها ريال مدريد. مانشستر سيتي حدد مطالبه عند قرابة 75 مليون يورو، بينما وصل عرض النادي الملكي إلى نحو 50 مليونان، بالإضافة إلى بعض المتغيرات. الفارق بين الطرفين لم يكن بسيطا، وسيتي لم يظهر استعدادا كافيا لتخفيض مطالبه، في حين لم يرغب ريال مدريد في الوصول إلى الرقم المطلوب. وعندما تعطلت المفاوضات ظهر برشلونة محاولا استغلال الفرصة. فابريزيو رومانو كشف أن النادي الكتالوني دخل سباق التعاقد مع رودري، وأنه مستعد لتلبية مطالب مانشستر سيتي، لكن بشرط أساسي: التوصل أولا إلى اتفاق مع اللاعب والحصول على موافقته. برشلونة يريد ضمان رغبة رودري في ارتداء قميص الفريق قبل الانتقال إلى المرحلة الأصعب، وهي التفاوض المباشر مع مانشستر سيتي ودراسة كيفية تمويل العملية وتسجيل راتب اللاعب. وهذا التحرك جعل ريال مدريد يبدأ في الاعتقاد بأن الصفقة أصبحت أكثر تعقيدا، خصوصا أن برشلونة لا يدخل هذه المرة لمجرد متابعة الوضع، بل يريد استغلال الخلاف المالي بين النادي الملكي ومانشستر سيتي. رودري لم يكن الأولوية الأولى لبرشلونة في بداية السوق، إلا أن إصابة فرينكي دي يونغ وتطورات الميركاتو غيرتا حسابات الإدارة. النادي يدرك أن فرصة التعاقد مع لاعب بقيمة رودري قد لا تتكرر قريبا، ولذلك أصبح مستعدا لدراسة العملية بجدية إذا حصل على الضوء الأخضر من اللاعب. لكن رغم كل هذا التفاؤل يجب توضيح الصورة كما هي. برشلونة لم يقدم حتى الآن عرضا رسميا إلى مانشستر سيتي، ولا توجد مفاوضات متقدمة بين الناديين. التحرك الحالي يتركز على موقف رودري ومحيطه. إذا اختار اللاعب برشلونة سيبدأ ديكو البحث عن الصيغة المناسبة لإغلاق الصفقة والتعامل مع مشكلة راتبه ضمن قواعد اللعب المالي النظيف. أما إذا فضل ريال مدريد فقد يعود النادي الملكي إلى الطاولة بعرض جديد ويضغط من أجل تخفيض مطالب مانشستر سيتي. لذلك فإن الصراع لم يعد متعلقا بالسعر فقط. قرار رودري قد يحدد اتجاه العملية بالكامل. برشلونة يبدو الآن أقرب بعد تحديث فابريزيو، لكن هذه الأفضلية لا تعني وجود اتفاق. النادي الكتالوني تقدم خطوة في السباق، وريال مدريد تراجع خطوة بسبب السعر، إلا أن كل شيء يمكن أن يتغير بمجرد تحديد اللاعب لوجهته. وإذا نجح برشلونة في ضم رودري فلن تكون الصفقة مجرد تعزيز قوي لوسط الملعب، ستكون ضربة مباشرة لريال مدريد، لأن برشلونة يكون قد دخل في اللحظة المناسبة وانتزع واحدا من أهم أهداف غريمه التاريخي. لكن رودري ليس النجم الوحيد الذي يطارده برشلونة، لأن ديكو يخوض بالتزامن معركة أكثر صعوبة من أجل جوليان ألفاريز. هذا الملف تحرك فعليا خلال الساعات الأخيرة. ديكو ومستشاره جواو أمارال توجه إلى مدريد وعقد اجتماعا مع ممثلي المهاجم الأرجنتيني في محاولة لإيجاد طريقة تخرج المفاوضات من حالة الجمود. برشلونة سبق أن قدم عرضا وصلت قيمته إلى حدود 100 مليون يورو، لكن أتلتيكو مدريد اعتبره غير كاف ورفض فتح باب البيع. رفض مبلغ بهذا الحجم يكشف أن المشكلة ليست مالية فقط. أتلتيكو لا يريد خسارة أهم نجومه، وسيميوني يعتبر ألفاريز جزءا أساسيا من مشروعه، ولذلك حتى لو رفع برشلونة عرضه فلن تصبح العملية سهلة بصورة تلقائية. العنصر القادر على تغيير موقف أتلتيكو هو اللاعب نفسه. عودة جوليان ألفاريز إلى التدريبات قد تكون اللحظة الحاسمة في هذا الملف،
لأن اللاعب ينوي التحدث مع سيميوني بطريقة ودية وإبلاغه مجددا برغبته في الانتقال إلى برشلونة. الفارز لا يريد التمرد أو الدخول في مواجهة علنية مع ناديه، لكنه يعرف أن الصفقة لن تتقدم ما لم يعبر بوضوح عن رغبته في الرحيل. أتلتيكو يستطيع تجاهل اهتمام برشلونة، لكنه سيجد نفسه أمام وضع مختلف إذا طلب اللاعب المغادرة بصورة مباشرة. ومن هنا تبدأ المواجهة الحقيقية. برشلونة سيحاول رفع عرضه، والفارز سيحاول إقناع سيميوني، بينما ستقرر إدارة أتلتيكو ما إذا كانت ستواصل إغلاق الباب أو تدخل في مفاوضات للوصول إلى رقم أكبر. برشلونة أبلغ محيط العملية بأنه مستعد للمحاولة حتى اليوم الأخير من الميركاتو. ديكو يعتبر المهاجم الأرجنتيني الخيار المثالي لقيادة خط الهجوم، ولا يريد التراجع بعد أول رفض. وفي الوقت نفسه لا تستطيع الإدارة الانتظار حتى نهاية السوق من دون تأمين نفسها، ولهذا يمتلك برشلونة خطة بديلة. وقيل إن المفاوضات بشأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكن هوية اللاعب لم تكشف حتى الآن. وجود البديل لا يعني أن برشلونة صرف النظر عن ألفاريز، بل يعني أن النادي يستعد لاحتمال استمرار رفض أتلتيكو. الأولوية ما زالت للنجم الأرجنتيني، والتحرك الأخير في مدريد يؤكد أن المحاولة الحالية حقيقية وليست مجرد اهتمام إعلامي. لكن الحالة الدقيقة للصفقة لم تتغير بعد. لا يوجد اتفاق مع أتلتيكو، وعرض 100 مليون يورو رفض، وبرشلونة يحتاج إلى موقف أقوى من اللاعب وعرض مالي أكبر حتى يفتح باب الرحيل. وبينما يخوض برشلونة مفاوضات معقدة في ملفي رودري وألفاريز، يتحرك ريال مدريد بطريقة مختلفة تماما. النادي الملكي ركز جهوده على صفقة وصل فيها بالفعل إلى الأمتار الأخيرة، وهي صفقة إيان ديوماندي. بحسب صحيفة الجارديان، توصل ريال مدريد ولايبزيغ إلى اتفاق بقيمة 125 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، ما يرفع القيمة الإجمالية المحتملة إلى 135 مليون يورو. بعض التقارير الألمانية تضع إجمالي العملية بين 130 و 140 مليونان بحسب طبيعة الإضافات والشروط الموجودة في الاتفاق. أما العقد المنتظر فسيمتد حتى صيف عام 2031. هذه الأرقام تكشف حجم ثقة ريال مدريد في اللاعب. النادي لا يتحرك من أجل إضافة عادية إلى الفريق، بل يستعد للقيام باستثمار ضخم في لاعب يريد بناء جزء من مشروعه المستقبلي حوله. وهناك إشارات أخرى تؤكد أن العملية اقتربت من النهاية. لايبزيغ بدأ الاستعداد لتعويض ديوماندي، وتحرك للتعاقد مع مهاجم هوفنهايم في سنيك أصلاني، بينما سيحصل ليغانيس على نسبة 5% من قيمة انتقال اللاعب. لكن رغم كل هذه التفاصيل لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن. الجارديان تتحدث عن اتفاق تم بين الناديين، بينما تقول بعض المصادر الألمانية إن المفاوضات ما زالت في مراحلها النهائية، وإن الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي لم يصدر بعد. قد يكون الاختلاف متعلقا فقط بالتفاصيل النهائية وإجراءات إكمال العملية، ولذلك فإن الوصف الأدق هو أن ريال مدريد بات قريبا جدا من حسم الصفقة، لكن التوقيع والإعلان الرسمي ما زال منتظرين. إذا تمت صفقة ديوماندي بهذه القيمة فستكون واحدة من أكبر عمليات الصيف، ورسالة واضحة بأن ريال مدريد مستعد لدفع مبالغ ضخمة عندما يقتنع بأن اللاعب مناسب لمشروعه. وفي اللحظة التي يقترب فيها ديوماندي من الوصول، يعمل ريال مدريد أيضا على ضمان استمرار فينيسيوس جونيور. ملف التجديد شهد تحولا كبيرا بعد الاجتماع المباشر الذي عقد بين إدارة النادي واللاعب ووكالته. ريال مدريد قدم عرضا محسنا يصل إلى حدود 24 مليون يورو صافية سنويا مع المكافآت، على أن يمتد العقد الجديد حتى عام 2031. مطالب فينيسيوس الأولية كانت تقترب من 30 مليون يورو، إلى جانب مكافأة خاصة بالتجديد وتحسين حقوق الصور. هذا الفارق تسبب في إبطاء المفاوضات، وفتح الباب أمام الحديث عن إمكانية رحيل اللاعب. لكن الاجتماع الأخير قرب وجهات النظر بصورة واضحة. صحيفة آس قالت إن ريال مدريد طلب من فينيسيوس تقديم جواب سريع ونهائي، لأن الإدارة لا تريد الدخول في الموسم الجديد، ومستقبلا واحد من أهم لاعبيها ما زال غامضا. صباح 6 أوت أعلن الصحفي رامون ألفاريز ديمون التوصل إلى اتفاق، وأن التوقيع سيتم قريبا. أما فابريزيو رومانو فكان أكثر تحفظا، وأكد أن الطرفين أصبحا قريبين جدا من الاتفاق، وأن الأجواء إيجابية، لكنه لم يعلن اكتمال العملية بصورة نهائية.
بمعنى آخر، توجد ثقة كبيرة ببقاء فينيسيوس، لكن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد. أرسنال كان مستعداً للتحرك وتقديم أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد. كما أن تمسك جوزيه مورينيو باستمرار اللاعب جعل فكرة بيعه أكثر صعوبة. مورينيو يريد بقاء فينيسيوس داخل مشروعه، وريال مدريد يعرف أن تعويض لاعب قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى لن يكون سهلاً مهما بلغت قيمة العرض. إذا وقع فينيسيوس عقده الجديد حتى 2031، فسيكون ريال مدريد قد أغلق واحداً من أخطر ملفات الصيف، وأوقف اهتمام أرسنال، وحافظ على أحد أبرز نجومه في الوقت نفسه. وهنا تظهر الصورة الكاملة لكلاسيكو الميركاتو. ريال مدريد يتقدم من ناحية الملفات الأقرب إلى الحسم. اتفاق ديوماندي وصل إلى مراحله النهائية، وتجديد فينيسيوس أصبح السيناريو الأقرب. أما برشلونة فيخوض العمليات الأكثر خطورة وإثارة. النادي دخل سباق رودري في الوقت المناسب، ويحاول استغلال تعثر ريال مدريد، كما يرفض الاستسلام في صفقة جوليان ألفاريز رغم تمسك أتلتيكو به. ريال مدريد اختار التحرك بثبات، بينما يلعب برشلونة بهجوم مفتوح بحثاً عن ضربة كبرى. لكن الهدف الذي يمكن أن يقلب نتيجة هذا الكلاسيكو هو رودري، لأنه اللاعب الوحيد الذي يتواجه عليه الناديان بصورة مباشرة. فهل ينجح برشلونة في خطف رودري وإقناع أتلتيكو بالتخلي عن ألفاريز؟ أم يحسم ريال مدريد ديوماندي ويجدد عقد فينيسيوس ليفوز بجولة الميركاتو؟ اكتبوا لنا في التعليقات من ترونه متفوقا حتى الآن، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن القرار المقبل لرودري قد يشعل أقوى معركة في هذا الصيف.